السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم اني يعني سبب غيابي عنكم الايام اللي فاتت ديت ان انا كنت تعبانه وعامله جراحه في بقي، يعني ربنا يعافيني يا رب، ومستنيه دعواتكم الجميله وتعليقاتكم الحلوه ودعواتكم بالشفاء ليا ولكل مريض ان شاء الله. تعالوا بس الاول ايه نشيل ايه، انا كان وحشني المطبخ والحوض والحاجات ديت. تعالوا نغسل شويه المواعين اللي هم قدامنا دول، اللي هم سايبينهم لي. بصراحة هم قاموا معايا بالواجب الأيام اللي فاتت، وربنا يا رب كده يديهم الصحة ويخلوهم لي يا رب. بس انا قلت ايه، اقوم ايه احاول يعني ان انا اعمل اي حاجة. معلش لو انا مش قادرة اتكلم يعني سامحوني يعني. قلت اعمل اي حاجة، حطيت كده شوية صابون زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت المعجون اللي احنا عاملينه مع بعض، معجون التنظيف الحلو ده اللي بيخلي ريحة الحاجة حلوة وجميلة. المهم، يعني عايزه اقول لكم يعني اتمنى منكم دعوه حلوه قوي 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 ليا ولكل مكروب ولكل مريض ولكل حد محتاج دعوه منكم او مننا او من اي حد. النهارده انا مش هقول لكم انا عملت ايه، على فكره عايزه اقول لكم ان الفيديو ده قديم، متسجل يعني كنت مصوراه قبل ما معايا، والله وكان مركون، فقلت انزله لكم بقى لان انتوا وحشتوني فعلا يعني. المهم، مش هنقول مقادير اي حاجه النهارده، لاني فعلا انا زي ما انتوا شايفين كده خلصانه يعني. فالمهم، عايزه اقول لكم والله العظيم احنا شعب صبور جدا جدا جدا. بنقول الحمد لله، والله العظيم احنا احسن شعب في شعوب العالم. بنقول الحمد لله على كل الازمات اللي احنا مرينا بيها من قديم الازل الى اليوم. بمعنى احنا مرينا بحاجات كتيرة قوي 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 يا جماعة. مرينا بحروب، مرينا بأوبئة مرت علينا، بظروف كتيرة قوي 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 مرت على مصر. حاجات كتيرة قوي، ولولا فضل الله علينا يا جماعة والله العظيم يمكن احنا ما كناش اتحملنا ده كله. ده من رضا ربنا علينا، من عملنا الطيب، من نيتنا السليمة، من حبنا وحب الخير للغير. وده حاجة كويسة جدا جدا جدا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقف جنبنا في كل حاجة. بس أنا عايزة أقول لكم على حاجة، احنا نسينا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله، والحاجات ديت اللي مخلية حياتنا كلها بركة. ومهما نمر بحاجات كتيرة ربنا بيكرمنا فعلا فعلا فعلا، وده لذكر الله دايما. طول ما احنا واقفين وطول ما احنا بنتحرك نذكر الله. عارفين ليه؟ ده في حد ذاته صحة وأمان وبركة، وكل حاجة كل حاجة حلوة بتعمليها بذكر الله بتطلع جميلة جميلة جميلة، حتى لو ما كانتش، سبحان الله، حتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت قليلة، حتى لو كانت أي حاجة، فاعرفي إن هي بالفعل يعني بذكر الله ربنا بيديها بركة كبيرة جدا جدا جدا. اهي مثلا عندك دول حتتين لحمة لا يذكروا زي ما انتوا شايفين كده، حاجة بسيطة جدا جدا. هل هي كتيرة؟ لا مش كتيرة، ولكن ربنا مبارك فيها والله العظيم زي ما بقول لكم كده، وكلام بصدق وامانه. فعلا ربنا بيبارك لك في المال الحلال، فعلا ربنا بيبارك لك ان انت طول ما انت عايشه بتقولي الحمد لله. الحمد لله ان انت واقفه على رجلك، الحمد لله ان انت قادره تتحركي، الحمد لله ان انت ربنا حتى لو مديكي حاجه بسيطه كده سبحانه وتعالى، انت حاسه ان هي فيها بركه. عارفه ليه؟ عشان ده من رضا ربنا عليكي، وده لانك راضيه بحياتك وراضيه بعيشتك، وشايفه ان انت احسن من ناس كتير. ولكن الناس اللي هي بتبص على الفاضي ديت زي ما انتوا عارفين وزي ما انتوا شايفين، عمرهم ما بيحسوا بالبركه ديت، عمرهم ما بيحسوا براحه البال، عمرهم ما بيحسوا ان في حاجه حلوه في حياتهم مهما كان معهم. عايزه اقول لكم ان الواحد بيشوف ناس كتيره جدا 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 معاها، ولكن تحب تستغل الغير، ولكن تحب تاخد وخلاص، تحب ان هي تعيش على حساب اللي قدامها، تحب ان هي تعمل حاجات رهيبه. بصي يعني مش عايزه اقول لك، بيبقوا فاكرين ان دي شطاره، والله العظيم دي ما شطاره ولا اي حاجه، بل بالعكس. عايزه اقول لك ان دي بتعود عليكي في الاخر بنقمه كبيره كبيره جدا جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيسيبك تعملي اللي انت عايزاه، ولكن في الاخر بيديكي. ما هو انت خلي بالك، زي ما هتعملي زي ما هتحصدي، ما فيش اي مشكله خالص.
فعايزة اقول لكم ان الواحد بفضل الله تعالى الحمد لله حامد ربنا على كل شيء. والله العظيم الواحد بيشوف الناس لما بينزل الاسواق ويشتري اي حاجة، يا عيني لا اله الا الله، مش عارفين فعلا يشتروا اي حاجة، وده لقلة الامكانيات معاهم او لقلة الفلوس معاهم، ولكن ما بيمدوش ايدهم لحد. على فكرة مد الايد للغير ده مسألة تعود غبية جدا جدا جدا، بتخليكي تتعودي عليها حتى لو انت معاكي فلوس، ولو انت معاكي اطيان، ولو انت معاكي شقق وعزب وفلل. بصي هي مسألة تعود، هتتعودي على السلف هتتعودي تاخدي تستلفي وانت معاكي حتى ملايين الدنيا. هي كده مسألة تعود، مسألة طمع، مسألة استغلال. فنحمد ربنا ان نيتنا صافية ولله الحمد من ناحية اي حد، وده من رضا ربنا علينا، بيخليك تحسي ان اكلك كله طعم حلو، حياتك جميلة، ربنا مبارك فيكي وفي عيالك وفي كل حاجة، رغم كل الابتلاءات اللي ممكن الواحد البني ادم يمر بيها، من عيا، من اي حاجة عامة. يعني بس الواحد بيحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى واقف جنبه وجعل له البركة في كل حاجة. واتمنى ان الفيديو بتاعنا النهاردة تكونوا استفدت منه اي حاجة، واشوفكم على خير.